مرحبا بكم ضيوفنا الكرام في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله التي نقيمها بمناسبة ذكرى تحرير واستقلال إريتريا. ونأسف جدا لما وقع أو حدث من الخلل الفني الذي كان خارج إرادتنا، ونأمل أن لا يتكرر وتستمر أمسيتنا بشكلها الطبيعي. سنبدأ بعد لحظات إن شاء الله، فمرحبا بكم مجددا. كابز قتلنا تي نايلومي بروغرامنا كميو نعو خنقرب لكم مالتيو أما جمريا نتي مقفتنا في بروغرامنا بذكر شو كجمرو إنا قتلنا دماني شماغلي ناي الدلاويت ناي زي فيستيفال زي وناي زي فيستا قال بشم أستاذ محمد علي الشيخ قربيو كوغت إلون حلفي بيت صحفة زينان حبريتان ناي إفتراها قراو بايتو أستاذ أحمد نقاش نسون بتقرينيان عربين قال كسمع عنا قتلنا كاب سكرتاريا ناي مأكلاي مريح من الدماني أبو مبر أتو تقلاي أبرهاكم ون مكتلو أستاذ محمد علي شعيب بتقرينيان عربين كقرب لنا بمغتصال قال ناي فتسامي أكال بيت صحفة أبو مبر أستاذ نقاش عثمان دماني بخلت يو عنقات قرنيان عربن كغربلنا يو يالينا يقتني ويكا موسيقى عربتي دحر موساد قال ناي قدايم تقادلتن حربينياتاتن كاني كنغربينا قتلنا قال ناي دقا أنستيو دماني بعربينيا دكتورة سعاد كتكون كلا بتقرنيا دماني تقادلت عالم كتكون يا مالتيو دحريون موسيقى ويقتمي دحر مقرب قالنا منسيات سعيد توكل وأستاذ شمس دماني بعربية كقرب لنا يوم كابو هذا كفوت زخونة ناي مايك عدل نقولكم نتوم تساتف تزلكم كن كفتنا مسوقاني كمتي بزحكم نتتريف الناظر ساعات بنت بمقبار كوساني مالتيو دحريو ناي معتوي موسيقى غيرنا اتي ناي مچرشا ناي مفانو قدماني بشماغل ناي الدلاويت ناي زي فيستيفال كنا قربينا مالتي زيد بروجرام. تفضل استاذ فراش. في البدء نتعرف على برنامج هذه الأمسية، ويشتمل على النشيد الوطني الإريتري وكلمة لجنة الاحتفال، ثم تليها كلمة مكتب الإعلام بالمجلس الوطني الإريتري التغيير الديمقراطي، فكلمة سكرتارية المجلس، ثم كلمة سكرتارية المجلس باللغة التجرينية يلقيها الأستاذ تقلاي أبرهة، ثم نفس الكلمة يلقيها الأستاذ محمد علي الشاعب، ثم كلمة اللجنة المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري التغيير الديمقراطي يلقيها الأستاذ نقاش عثمان، ومن بعدها فاصل موسيقي، ثم كلمة الرعيل الأول وكلمة المرأة الإريترية تلقيها بالعربي دكتورة سعاد، والسيدة ألم بالتجرينية، ثم كلمة الشباب باللغتين العربي والتجرينية السيد محمد شمسي وسيد سعيد توكل، وفاصل موسيقي وفقرة مفتوحة للكلمات، ثم فاصل موسيقي قصيدة شعرية، فقرة مفتوحة لكلمات، أغنية وطنية للختام أو مجموعة أغنيات وطنية للختام وكلمة الختام والوداع. هذا هو برنامج الحفل لهذه الأمسية. شكرا. بمغتصال تي مجمريا ان قربوخ اني تي ذكرينا سوءات نحنت دقيق كلها هنا تطوق مدينة. تفضل استاذ كراش. الآن سنقف جميعا دقيقة واحدة حدادا لذكرى شهداء إريتريا.
عرفتي كابز بمقتل أستاذ محمد علي شيا أبو أمبر نايتا نزي نايلوم شت حفلة الدالية زلا قال ناي نقعد حمتاكم كغرب حد لكم بين. وفيما يلي سنستمع إلى كلمة اللجنة المنظمة لهذا الحفل وسيلقيها رئيس اللجنة الأستاذ محمد علي شيع، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أرحب بكم جميعا ضيوفنا الكرام، وأقدم اعتذاري الكبير للخطأ الفني، رغم نحن وزعنا الرابط قبل 5-6 أيام تقريبا لكل الاتجاهات، لكن حصل خطأ فني ونتمنى أن يتكرر مستقبلا. هذا الاحتفال يقيم باسم المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي وبإشراف مكتب الإعلام وبرعاية كريمة من المكتب التنفيذي، متمثلة في رئيسه المناضل الأستاذ تكاش عثمان، اللي لعب دور كبير جدا في توجيهاتنا وترتيبنا لهذا الاحتفال. نحتفل نحن ضيوفنا الكرام في هذا العام تخليدا لذكرى شهدائنا لنضالات أكثر من 50 عاما من تضحيات ودماء ودموع سفكناها من أجل إريتريا الغالية، ولكي نعهد شهداؤنا أننا سوف نكمل المشوار ونستمر في هذه المسيرة. هذه الاحتفالات يعني تم إنجازها أو العمل بها مجموعة من الشباب اللي لعبوا دور كبير جدا في إنجاح هذا العمل، وعلى رأسهم لو اللجنة تعلي المنظمة صوتك أستاذ محمد. وعلى رأسهم اللجنة المنظمة اللي قامت بهذا الدور الكبير يعني. الاحتفال بدأ مش بهذه الأمسية، إنما بدأ قبلها بلقاء حواري طويل جدا مع رئيس المكتب التنفيذي باللغتين العربية والتقنية، وأيضا سجلنا بعض الأشياء للمناضلين في كل المجالات، وعندنا عدة فيديوهات حتستمر، وعندنا كمان برنامج اللي هو الحصاد المر أيضا حينزل. فإذا خلال هذا الشهر كله عندنا برامج حننزلها في مناسبة هذا الاحتفال، والغرض منه هو خلق رأي عام لهذا العمل النضالي المقاوم الموجود. يعني نحن رفعنا شعار في هذه المرحلة، قلنا معا من أجل إسقاط النظام الدكتاتوري وبناء دولة ديمقراطية حرة. معا قد قلنا ننفذها، ودعانا كل صناع الرأي من الإعلاميين والكتاب والصحفيين وقادات العمل كانوا في التنظيمات أو إن كانت في المنظمات المنضوية تحت المجلس أو غيره، دعيناهم ليكون نمسك مع بعض في كيفية إنجاح المرحلة القادمة معا لإسقاط هذا النظام مع بعض. الردود كانت إيجابية جدا ومفرحة جدا، اللي يخلينا يعني نطلب من صناع الرأي وخاصة الإعلاميين لملء الفراغ الموجود حاليا. في فراغ كبير جدا موجود، وبالتالي النظام بدأ يخش في هذا الفراغ ويخرب على العمل الإعلامي. إحنا عايزين نوجه الرأي العام لخلق رأي عام كبير جدا لمصلحة هذا البلد ومصلحة المقاومة لمقاومة النظام. لذلك نحن نوجه لهم دعوة بأن نعمل مجموعة من الورش مع بعض في كيفية انطلاقة العمل الإعلامي المكثف، إذا كان بصورة كبيرة أو في إطار أداء القناة اللي تمثل المجلس الوطني. أيضا دعوتنا كانت للشباب، الشباب ناضلوا هذه الثورة، هم كانوا وقودها، هم حرروا هذا البلد. أملنا كبير جدا فيهم عشان يتحركوا، ونقدم لهم الدعوة أنه ينخرطوا في العمل الوطني بصورة أكبر، ينخرطوا في هذه التنظيمات، ينخرطوا في المجلس، وما عجبهم ده كله ممكن يعملوا حاجة خاصة بهم، لكن في النهاية يكونوا في خط المقاومة لتغيير النظام، وأن الشباب هم الحاضر وكل المستقبل. في نهاية الكلمة هذه أنا بشكركم لهذا الحضور، وأتمنى أن يكون هذا الاحتفال ناجح ولمزيد من العمل المستقبل إن شاء الله، وشكرا جزيلا. شكرا أستاذ محمد
علي شيا لك انت كبلود تصنحي بمجمريا نقولكم عدوماتكم اجايشكم انت ساتفتي انكم عبد حمد صاحبكم غتيلون نتي خغوان فنا وعليه ويكا زمسي ماي تكنيكال سجمات كان يقريتان حتىكم ابجيزيوكم جمر بزي مقالنا زي بعل زي لومين قبرو زلنا نعسران 4 قنبت نعقون مذكارن مخبارن يو عسران 4 قنبت كاني زي معلت زي تاريخاوي علت كوينو حزب إرترا أزيو كبرن كبيدن واقع فيلو زرقا قلتو حرنتنا إرترا كم زلنا نذكرو خلنا نسوعتنا قبق كبرين مهابن نعوم مذكارن كله قد ناي كل حزب إرترا التقالسي انتاي عينتي نيرو كساب كنديو واقع فيلو نعقودا تسبارق نخور علن نحبنا لن كل جزء نذكرو زلنا معلت سلازخونه بوئينا تأكدنا دلنا مالتي نازين ايلو مشت بعل نقبر ابز قبرنا مدلاوات تصبق بزقونه زقربنا لهم عدمي كب مرحتنا ودبات هنو ويكاني اب بوليتيكا زواسو ايرتراويان على السوشيال ميديا وكن كانت انقصاصات زلو نقولوا بستقال كل ايرتراوي ابز مسانا خمسين قبرنا يتصاوعيت بتصبق حلنا تقبلهم من ابز مسانا كركبوا فقادنياتات كوينو مالو مالتي دقيمنا وندقاقيمنا نقولكم نزي مشات زي مسانا نختمشي ماتشكم زلكم بلدي نمسكنكم ارترا هاقراو بايتون ديمقراسيا وروتي بعد يقات فتسام بيتصفت نزي بعد زي نقبر زقبرو أستوات سوقن متبع كاني بلدي نمسكنه ويغني لنا انقعد بحمد ساكم تفضل أستاذ كبار سمعنا وإياكم الحضور الكريم في هذا الحفل إلى كلمة لجنة الاحتفال قدمها الأستاذ محمد علي الشيا وفيما يلي نستمع إلى كلمة مكتب الإعلام بالمجلس الوطني الإرث للتغيير الديمقراطي يقدمها الأستاذ أحمد نقاش فليتفضل. كابزغتيلنا دماني أبو أمبر بيت صحفة ناي زينان حبريتان ناي إرترا هاقراو بايتون ديمقراسيا ولوتي أستاذ أحمد نقاش قال تسمع الناي تفضل أستاذ أحمد. أوكي شكرا الإخوة الكرام. كلمة مكتب الإعلام والثقافة بمناسبة الذكرى 31 لتحرير إريتريا. الأخ رئيس سكرتارية القيادة المركزية والإخوة أعداء القيادة المركزية للمجلس الوطني الإريتري، الأخ رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري، الإخوة رؤساء التنظيمات الإريترية كافة، الإخوة الرعيل والمناضلون والمناضلات، الإخوة والأخوات الحضور أيضا من المرأة الإريترية، الإخوة الحراك الشبابي والزملاء الإعلاميين والسادة الحضور وضيوفنا الكرام وأبناء الشعب الإريتري كافة، أحييكم بتحية النضال والصمود والشموخ في الذكرى 31 لتحرير التراب الوطني الإريتري من الاستعمار الأثيوبي البطيء الذي تحقق بدماء شهدائنا الأبرار وتضحيات شعبنا الجبار. نعم حررنا تراب الوطن، إلا أننا اليوم نحن في نضال مرير ضد النظام الشمولي من أجل تحرير الإنسان الإريتري وإعادة السلطة المغتصبة من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات. إن الوضع الوطني المأساوي لا يحتاج إلى كثير من الشرح والحديث، والكل يعلم ما وصلنا إليه من مأساة لا تعد ولا تحصى، إلا أن المطلوب منا جميعا اليوم أن نؤجل جميع خلافاتنا الثانوية ونتحد ونوحد مجهوداتنا من أجل إسقاط النظام وإقامة النظام الديمقراطي الذي يمتلك فيه الشعب الإريتري حقه في السلطة والسيادة. وكما يجب على الشعب الإريتري كافة أن يشارك في عملية التغيير بكافة مكوناته، لأن الوطن مختطف ودماء الشباب الإريتري تهدر في قضايا ليست قضيتهم، ومواردنا الوطنية تبدد في إشباع رقبات الطغمة الحاكمة
دون حسيب أو رقيب، بل إن السيادة الوطنية مهددة من جهات عديدة، وفي مقدمتهم النظام الحاكم في أسمرة، وثانيا من بعض النخب الإثيوبية الذين لم تتحرر عقولهم من مفاهيم الماضي البقيء ومن تاريخ مظلم صنعوه بأنفسهم لا أساس له من الواقع والصحة، وثالثا من المصابين بمرض البحر لإيقاف كل هذه الأوهام والأطماع والممارسات الخاطئة. لا يستطيع تنظيم واحد أو مجموعة واحدة بمفردها، بل يحتاج مننا بناء قوة وطنية حقيقية تحمي الوطن والمواطن والسيادة الوطنية، وهذا لا يتحقق لنا إلا بتوحيد مجهوداتنا الوطنية كافة. كذلك علينا أن نقادر مقاعد المتفرجين وأن ننخرط جميعا في عملية الإنقاذ بيتنا الوطني. أيها الإخوة الكرام والضيوف الحضور، إن تجربة المجلس الوطني الإريتري هنا مثال يجب أن يحتذى بها في بناء عمل مشترك في برنامج اتفاق حد الأدنى عبر ميثاق سياسي متفق عليه لخلق النضال المشترك من أجل إسقاط الدكتاتورية وتأسيس النظام الديمقراطي وكسر كثير من أوهام الجوار وحماية السيادة الوطنية. وهنا يبرز أهمية دور الشباب في استلام أمانة النضال وتأمين مستقبله ومستقبل شعبه. الإخوة الكرام والسادة الحضور والقامات الوطنية، لا أطيل عليكم، أشكركم على الحضور، وكما أشكر كل الذين ساهموا في إنجاح هذا الحفل الوطني إعدادا وحضورا ومشاركة. عاشت إريتريا حرة مستقلة. النصر للشعب الإريتري، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مكتب الإعلام والثقافة، أحمد نقاش. تفضل أستاذ أحمد إذا جاهز بالتقديم. أوكي. مدرة بيت صحفة زينان بهلن بمخنيات مبل 30 حدن عمد حرنة إريترا. قبور حو أبو ومبر سكرتاري مأخلاي مريحنت، قبورات أحوات أبالات مأخلاي مريحنت إريتراويان هاجراو بايتون ديمقراساوي لوطي. قبور حو أبو ومبر فصامي بيت صحفة إريتراوي هاجراو بايتون ديمقراساوي لوطي. قبورات أحواتن مراحتي أبالات بوليتيكاوي ودبات إريترا. قبورات أحاتن قدمت تقادلتي. قبورات أحاتن دقي أنستيو إريترا. قبورات من إسايات دليت فتحن. قبورات بصوت غازتانياتات كلهم انقاع دحن مساخم كنم لكم نفطو. قبورات عدماتنا أغايشنا كم أون كل حزب إريترا انقاع كا حقوسكم حقوسنا كنبل نفطو. لومي أبزي تاريخاويت معالتي ذكر مبل 30 حدن عمد عوت ثورانا زترغاغص علت بدحري نوح عمتات زوسده مرير برتاوي قالسي حزبنا ابو بزتخافله بزح مسواዕትታትን زترغاغص نصانت هاغرنا إريترا كاب بعداوي مغزاتي إثيوبياوي نصا زوصت ذكر إن بعللا علت إيا. بزي أقطامي ولقا مكران صقماتن انتهلوه نخلو حزب إريترا ناي يوحنا ملأختي نلأخلو. ميرت إريترا حارا أوصئنايا اتي زحزنجن إريتراوي زيغا حارا أي وصن. الزمالة دما مرير قالسي يصبينا الله. بزي مخنيات ازي لومي نحنا إريتراوي تقاومو نحرنت إريتراوي ودسب بقوام تمرح هجر حجين مهناط أنصار فتصم الكاوي ساعات أمر القالسي إنا زلنا. هجراوي قناتات أزيو زحزن إيو اتيس أجمعتنا ون نصر سلازخانة بزح مبرهن زربان زدليو أيقونن. أما عليا زي بلو مكرا خم زبس احنا دما كل سب يفولطو
እዩ እንተኾነ ግን ሎሚ ካብ ኩላትና ዝድለ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ንምውዳቅ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ስልጣን ልኡላውነቱን መሰሉን ዘለዎ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል እዩ ክንዕወት እንተደኣ ኮይና ግን ኩሉ ንእሽቱ ኣፍልልያትና ኣወንዚፍና ኩልና ብሓደ ዕላማ ተበጊስና ብሓደ ስርሒት ክንሰርሕ ይግባእ ከምኡውን ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መስርሕ ለውጢ ክሳተፍ ኣለዎ ምክንያቱ ሃገር ተጨውያ ኤርትራ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘላ ኩሉ ስለ ዝፈልጦን ዝርድኦን ብተወሳኺ እውን ሎሚ ሃገራዊ ልዕላውነት ኤርትራ ብብዙሓን ሸነኻት ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ትርከብ ኣላ ንሳቶም ድማ ካብ ተግባራት ስርዓት ኣስመራ መጀመርያ ካልኣዩን ካብቶም ኣብቲ ባዕሎም ዝሰርሕዎ ናይ ሓሶት ታሪክ ዝነብሩ ኢሊት ዝበሃሉ ገለገለ ኢትዮጵያውያን ከምኣቶም እውን ሕማም ባሕሪ ዘለዎም ካብዞም ኩሎም ኤርትራ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘላ ኩልና ይርዳኣና እዩ ንዚህ ጠጠው ክነብሎ እንተደኣ ኮይና ብሓንሳብ ጥራይ ሓቢርና እምበር ሓደ ውድብ ውን ሓደ ጉጅለ ንበይኑ ክሰርሖ ዝኽእል ስራሕ ኣይኮነን ተመክሮ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ስምምዕ ዝተሓተ ፕሮግራም ሓቢሩ ስጉምቲ ኣብ ምምስራት ክንስዕቦ ዝግባእ ሓደ ኣብነት እዩ ከምኡውን ኤርትራውያን መንእሰያት ረብሓ መጻኢኦምን ረብሓ ህዝቦምን ሃገሮምን ፈሊጦም ክተቃውሞ ስጉምቲ ክወስዱ ይግባእ ኣብ መደምደምታ ንኩልኩም የቀኒየለይ ክብለኩም ይፈቱ ነፃ ሓራን ኤርትራ ትንበር ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ ዘለኣለማዊን ክብርን ሞገስን ንሰማዕታትና ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን أحمد نقاش يغني. حفلنا الكريم استمعنا فيما مضى إلى كلمة مكتب الإعلام بالمجلس الوطني لأجل التغيير الديمقراطي ألقاها على مسامعنا الأستاذ أحمد نقاش وفيما يلي نستمع إلى كلمة سكرتارية المجلس الوطني لأجل التغيير الديمقراطي بهذه المناسبة يلقيها الأستاذ تخلاي أبرها بالتقنية فليتفضل. قتلنا دمانين أبومبر سكرتاريا مأكلاي مريحنة إرترا هجراوي بايتون ديمقراسيا ولوتي تقادلاي تخلاي أبرها قال كسمع عنا يغني لي بزاقت أمها نزبع على زي زدالهم زلعلي كبري باكم موقسيكا قلت كبزغت سيلي بمخنيات مبل 31 عامت صنبل نصانت ኤርትራ بኤርትራ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዘቀረበ መግለጺ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ሎሚ ብዓብ ክብሪ እንጽምብላ ዘሎና ታሪኻዊት መዓልቲ ሃገርና ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ነጻ ዝወጻትሉ ዕለት እያ ሃገርና ኤርትራ ባዕዳውያን ሃገራት እናተቐባበሉ ካብ ሕሱም ናብ ዝሓሰመ ናይ መግዛእቲ ኣድራዕ ንዘበናት ከሳዒዋ ድሕሪ ምጽናሕ ህዝብና ንሓንሳብን ንሓዋርን መግዛእቲ ንኸብቅዕ ከኸፍሎ ዘለዎ ዋጋ ገምጊሙ ዕጥቃዊ ቃልሲ ብምብጋስ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት መሪር ቃልሲ ሃገርና ኤርትራ መሬታን ባሕራን ብዘይ ሓደ ጎደል ነፃ ክትከውን ዝበቕዓትሉ ክቡር መዓልቲ እዩ ኣብዛ ክብርቲ መዓልቲ እዚኣ ነቶም ንነዊሕ ኣሚቶም ንነፃነት ሃገሮምን ሓርነት ህዝቦምን ንምርግጋጽ ቃልሲ ዘበገሱን ክቡር ህይወቶም ዝኸፈሉን ጀጋኑ ደቂ ሃገር ዝለዓለ ክብሪ ይኹኖም ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክጽዋዕ እንከሎ ብመጀመርያ ዝጥቀስ ስምስውእ ጅግና ሓሚድ እድሪስ ዓወተ እዩ ብሳላ ብልሖምን ተወፋይነቶምን ድማ የተቀዳማይ ዕማሞም ማለት መውሓስ ሃገራዊ ነፃነት ተዛዚሙስ ነቲ ካልኣይ ዕማሞም መውሓስ ህዝባዊ ሓርነት ንምርግጋጽ እንሆ 31 ዓመት ኣቕፂሩስ ገና እውን ንምዝዛሙ ኣብ ቃልሲ ንርከብ ሎሚ
ነፃነታ ዘውሓሰት ልኡላዊት ሃገር ምህላውና ዝሓብንን ዘኹርዓና እኳ እንተኾነ መሰል ዜጋታታ ዝኽበረላ ቅዋማዊት ሃገር ብዘይ ምውሓስና ግን ኣዝዮም ካብ ዘተሓሳስቡና ጉዳያት ሓደ እዩ። ዕላማ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ንጹር እዩ ነይሩ። ንሱ ድማ መሰል ዜጋታታ ዝኽበረላ ቅዋማዊት ሃገር ምምውሓስ ሙዩቕ ዘይንብለላ ሃገር ምርግጋጽ እዩ ነይሩ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ጉዕዞ ቃልስና ብሽፍታ ሃገረፍ ተጨዊቡ ህዝብና ድማ ኣብ ዓለም መወዳድርቲ ብዘይብሉ ኣደራዕ ተሸኪሙ ከርፋሕ ናብራ ይሕልፍ ኣሎ። ብሰንኪ ተገባቲ ስርዓት መንእሰያትና ኣብ ፈቆደ ሃገራት ዝእጎዱ ኩናት እናተጠብሱ ነቲ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልስና ዝኸፈልናዮ ኣሃዝ መስዋዕትን ስንክልናን ብዝተዓፃፀፍ ቁፅሪ ሓሊፍዎስ ገና እውን ይቕፅል ኣሎ። ብሰንኪ ግድድ ዕስክርናን ቤት ማእሰርትን ምስኡ ድማ ዋሕዚ ናብ ስደት ተወሲኽዎ ኣብ ሃገርና ኣፍራይ ሓይሊ የለን እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን። መጻዕ ዕድል ናይ ሓንቲ ሃገር ተካእ ወለዶን መንእሰይ ብምዃኑ ድማ መጻዕ ዕድል ሃገርና ንምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን። ዋሕዲ ቀረብን ስራሕ ኣልቦነትን ዘስዓቦ ሽግራት ህዝብና ኣብ ክጻወሮ ዘይክእል ደረጃ በፂሑ ኣሎ። ብፍላይ ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ ኣረገውቲ ናይ ጠወርቶም ክኾኑ ዝግብኦም ውልዳቶም ሓገዝ ስለ ዘይብሎም ንሽግራቶም ኣዝዩ ኣጋዲድዎ ኣሎ። ናይ ኤርትራ ሽግር ፍሉይ ዝገብሮ ተሸጊርካ ተሸጊረ ምባል ይኹን ብሽግርካ ዝዛረበልካን ኩሉ ብገበን ስለ ዝሕትት እዩ። ኣብ ሃገርና መዓልታዊ ዝግበር ግፍዒ ብዘይካቶም ሞሊቖም ዝወፁ ኣዝዮም ውሕዳት በደላት ዝረአን ዝስማዕን የለን። ምዕፃው ናይ ብሕቲ ጋዜጣታትን ናይ ብሕቲ ፈነወ ራድዮ ይኹን ቴሌቪዥን ብዘይ ምፍቃድን ድማ መረረ ህዝብና ንኸይቃላሕ ኮነ ኢልካ ዝተኣልመ ውዲት እዩ። ኣብ ዘለናዮ መዋእል መራኸቢ ብዙሓን ንዓለምና ከም ሓደ ስድራ ቤት ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ዘራኽብን ኣብ ዕብየት ናይ ሓንቲ ሃገር ድማ ዓብ ጽልዋ ዘለዎን መሳርሒ እዩ። ህዝብና ምስ ከባቢውን ዓለምን ምእንቲ ኸይራኸብን ኩነታት ዓለም እውን ምእንቲ ኸይፈልጥን ነተጠቃምነት ኢንተርኔት ህግደፍ ብዝቆፃፀሮ መንገዲ እንዳኸፈተን እንዳዓፀወን ግልጋሎቱ ዳርጋ የሎ ናብ ዘብል ደረጃ እዩ ዘሎ። ቅርበት ዘለዎም ሰባት ከም ዝሕብርዎ ድማ ግልጋሎት ኢንተርኔት ዝረክብ ህዝብና 3% ጥራይ እዩ ይብሉ። እዚ ምስቲ ዓለምና በፂሓቶ ዘላ ብምንፅፃር ክርአ እንከሎ ኣገልግሎት ኢንተርኔት የለን ክትብል የድፍረካ። ህዝብና ሎሚ ብዛዕባ ሃገሩ ይኹን ብዛዕባ ከባቢውን ዓለምን ዝረኽቦ ሓበሬታ ብመንገዲ እተን ህግደፍ ሙሉእ ብምሉእ ዝቆፃፀረን ሓንቲ ጋዜጣ፣ ሓንቲ ሬድዮን ሓንቲ ቴሌቪዥንን ጥራይ እዩ። ስራሕ ናይዘን ማዕከናት እዚኣተን ድማ ስልጣን ህግደፍ ንምንዋሕ ዝሕግዞም ዝርግሐ ዝንቡዕ ፖለቲካዊ ጥራይ እዩ። ለይትን መዓልትን ካብ ሓንቲ ዝርግሐ ዝፍኖ ፕሮፓጋንዳ እንዳሰምዐ ዝዓቢ መንእሰይ ድማ ክሳብ ክንደይ ኣተሓሳስብኡ ተጠምዚዙ ከም ዝዓቢ ንምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን። ብመሰረቱ ዝበዝሐ ክፋል ህዝቢ ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ኣርሕቕካ ምጥማት ክእለት የብሉን። እዚ ድማ ግደፍዶ ኣብ ከም ሃገርና ዝኣመሰላ ድሑራት ሃገራት ኣብተን ምዕቡላት ዝበሃላ ሃገራት እውን እንተኾነ ከምኡ እዩ። ንሽግሩ ገና እንከሎ ናይ ምግማት ዓቕሙ ድሩት ወይ ከዓ ውሱን ኣብ ርእሱ ምዃኑ መብዛሕትኡ ግዜ ክሓልፍ እዩ እንዳበለ ሽግር ብጎረርኡ ክሳብ ዝሓንቆን ንህይወቱ ኣስጋኢ ክሳብ ዝኸውንን ኣየስተባህለሉን እዩ። ናይ ሃገርና ድማ ፕሮፓጋንዳ ህግደፍ ተሓዊስዎ ንመብዛሕትኡ ህግደፍ ዝፍፅሞ በደላት ናብ ዝዓመቆ ሽግር ከም ዝሸሞ ኣየስተባህለሉን እዩ። ኣብዚ ከነስተባህለሉ ዘለና ግን ገለ ደገፍቲ ኢና ባህልቲ ብፍላጥ ንመናፍዕ ህግደፍ ከም ዘላታ ብምቕባል ከም ፓፓጋሎ ክደግሙ ይውዕሉ። ሕሉፍ ሓሊፎም እውን ኣነ ሮቦት እየ ብዘስምዕ ሓደ ህዝቢ ሓደ ልቢ ዝብሉ ውሕዳት ኣይኮኑን። በዛ ኣጋጣሚ ነቶም ንህዝብና ብዛዕባ ኩነታት ሃገሮምን ዓለምን ንምሕባር ይኹን ፕሮፓጋንዳ ህግደፍ ኣብ ምቅላዕ ብመራኸቢ ብዙሓን ዘካይድዎ ዘለው ተባዕ ቃልሲ
ክብርን ሞገስን ይብፅሐዮም ብግደፍ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዓቕሙ ፀንቂቑ ክሰርሕ ፀኒሑን ኣሎን ደለይቲ ፍትሒ ብወገንና እውን ዘሎና ዓቕምታት ኣላፊና ክንብድሆ እንኮ ኣማራፂና እውን ስለ ዝኾነ ምዃም ሰፊሕ ፅላል ፖለቲካን ሓይልታትና ወዓል ሕደር ዘይበሃሎ እዮ ገዛና ምዃኑ ኣሚንና ኩሉ ገዲፍና ክንሰርሓሉ ዝግባአና ሃገራዊ ዕማምና እዩ ሃገርና ኤርትራ ስማዊ ነፃነት ካብ እትጎናፀፍ እንሆ 31 ዓመታት ኣቁፂሩ ጉዕዞ 31 ዓመታት ነፃነት ኤርትራ ክረአ እንከሎ ግን ነፃነት ዘይኮነስ መቐፀልታ ናይ ባዕዳውያን ገዛእቲ ብደቂ ሃገር ኮይኑ ኢና ረኺብናዮ ህዝብና መቐረት ነፃነት ዝኾነ ቅሳነትን ምዕብልናን ኣብ ክንዲ ዘስተማቕር ንራዕድን ሽበራን ከም ንቡር ቆፂርዎ ክጓዓዝ ፀኒሑን ኣሎን እታ ብክንደይ መስዋዕቲ ደቁ ዝረኸባ ነፃነቱ እውን እንተኾነ ወግሒ ፀብሐ ኣብ ዋጋዕ ዳጋ እንዳኣተወት ተዓዛቢ ኮይኑ ይርኢ ኣሎ እቲ ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ይኹን ባሕርና ዝምነዩ ናይ ቀደም ገዛእትና ንልዕላውነት ሃገርና ዝፈታትን ዝቐርብ ወስታታት ከም ቀሊል ሰሚዕካ ምሕላፍ ከቢድ ዋጋ ከኽፍለና ይኽእል እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ ዳይ እምበር ሕልሚ ህግደፍ እውን እንተኾነ ንሱ ምዃኑ ክስቆረና ይግባእ ህዝብና ኣብ ክንዲ ዝመሃርን ሃገር ዘማዕብልን ህግደፍ ኮነ ኢሉ ብዝፃሕተሮ ግርጭት ኣብ ፈቐዶ ሃገራት ክቡር ሂወቱ ይኸፍል ኣሎ ህግደፍ ክሳብ ዘሎ ኣብ ሃገርና ይኹን ከባቢና ሰላምን ምርግጋእን ክርከብ ኢልካ ምሕሳብ የዋህነት እዩ ኩናት ደው ምባል ማለት ስርዓት ህግደፍ ምብቃዕ ማለት ምዃኑ ዝርዳዕ ዓማፅ ስርዓት ኣስመራ ኩናት ብኸመይ ይቕፅል ክሓስብ ከይደቀሰ እዩ ዝሓድር ንመንግስቲ ናይ ሓደ ሃገር ደጊፉ ዝወልዖ ኩናት እንተዝሒልዎ ተገንጢሉ ነቲ ዝሃርሞ ዝነበረ ፀረ መንግስቲ ሓጊዙ ነቲ ኩናት ከም ዝቕፅል ይገብሮ ከም ኣብነት ዝጥቀስ ድማ ሓንሳብ ንተቃወምቲ ሱዳን ሓጊዙ ንመንግስቲ ሱዳን ዘካይዶ ኩናት ተገንጢሉ ድማ ንመንግስቲ ሱዳን ሓጊዙ ንተቃወምቲ ሱዳን ዘጥቅዖ ክጥቀስ እንከሎ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ሓንሳብ ንኣልሸባብ ይሕግዝ ተገንጢሉ ድማ ምስ ስርዓት ፎርማጆ ተሰማሚዑ ንኣልሸባብ ይሃድን ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ የመን እውን እንተኾነ ሓንሳብ ንሑቲ ይዕጥቕ ተገንጢሉ ድማ ምስ ሃገራት ስዑድያን ዓረብ ኢሚሬትን ኮይኑ ንሑቲ የጥቃዕ ሕጂ እውን እቲ ንመንግስቲ ብልፅግና ሓጊዙ ኣብ ውግዕት ኢትዮጵያ ዝነበሮ ግደ ስለ ዝዝሓሎ ንሓይልታት ኣምሓራን ካልኦትን ሒዙ ንስርዓት ኣብይ ኣሕመድ እንተሃረሞ መቐፀልታ ባህርያቱ ዳ እምበር ዝገርም ኣይኮነን ህዝብና ግን ክሳብ ክንደይ እዩ ኣብ ከቢድ ድቃሽ ተሸሚሙ ነዚ ክፀውሮ እቲ ንኣካይዳ ህግደፍ ብግርህና ደጊፉ ዝጓዓዝ ህዝብና ክነቅሕን ኣንፃር ምልኪ ቅልፅሙን ከልዕልን ከቢድ ፃዕሪ ዘድልዮ እኳ እንተኾነ እቶም ዘቕርብዎ ምክንያት ብዘየገድስ እንዳፈለጡ ኣብ ገኑ ህግደፍ ደው ዝብሉ ግን ካብ ተሓታትነት ነፃ ክኾኑ እዮም ኢልካ ምግማት ፈፂምካ ክሕሰብ የብሉን ክብርን ሞገስን ንሰማዕታትና እግዚኣብሔርና ሃገርና ኤርትራ ይባርኽ ሰላም ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ይኹን ሰክረታርያ ማእከላይ መሪሕነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክراسياዊ ለውጢ يغني حفلنا الكريم الضيوف الكرام استمعنا فيما مضى إلى كلمة سكرتارية المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي ألقاها على مسامعنا الأستاذ تخلاي أبرهة وفيما يلي سنستمع لنفس الكلمة باللغة العربية يلقيها الأستاذ محمد علي الشعب فليتفضل. يغني لنا أتو تخلاي أبرهة أبو أمبر سكرتاريا ماكلاي مريحنت نتي زغرب كارنا ملغتي كابزغتي لنا دما مختل سكرتاريا كتل أبو أمبر أتو محمد علي شعب بعربية نقبلكم تفضل أستاذ. كنت مسموع يا جماعة أنا ولا عندي مشكلة في الشبكة؟ لا مسموع. مسموع أستاذ شاب أستاذ محمد علي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوة الحضور، أعداء القيادة المركزية، أعداء عضوية المجلس الوطني، جماهير شعبنا في الداخل والخارج. كلمة المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي بمناسبة الذكرى 31 لاستقلال إريتريا. هذا اليوم التاريخي الذي نحييه هو اليوم الذي تخلصت فيه إريتريا من براثن الاستعمار الإثيوبي ونالت فيه استقلالها، حيث قرر شعبنا التصدي لقوة الاستعمار المتتالية التي تعاقبت على بلادنا وما قرعتها بعد أن أذاقت شعبنا صنوفا من الاضطهاد. فبدأ وادعا أمامه حجم التضحيات المطلوبة. بدأ الكفاح المسلح الذي استمر 30 عاما، انتهت بدحر العدو وتحرير أريتريا أرضا وبحرا. فكل التقدير والإجلال في هذا اليوم العزيز علينا لأولئك الأبطال الذين رسموا مستقبل البلاد وبدأوا النضال، فدفعوا أرواحهم فداء لهذا الوطن. حين يذكر الكفاح المسلح الإريتري فإن اسم الشهيد البطل حامد إدريس عواتي هو أول ما يذكر، وبفد التضحيات وإنجازات المرحلة الأولى من المهام، وهي تحرير إريتريا. غير إننا لا زلنا نناظر طيلة 31 عاما الماضية من أجل تحرير الشعب، وما يزال النضال مستمرا. على الرغم من أن دولتنا مستقلة وإننا فخورون بأن لدينا دولة مستقلة وذات السيادة، إلا أنها كونها دولة لا تتوفر فيها التشريعات التي تصون حقوق المواطن تظل أحد هواجسنا وشواغلنا. لقد كان هدف نضال الشعب الإريتري واضحا، وهو قيام دولة المؤسسات تحترم فيها حقوق الشعب وتصان فيها كرامته. ولسوء الحظ فقد تم اختطاف مسيرة نضالنا من قبل عصابة مجموعة الهدف الشعبية، بما حتم على شعبنا أن يتشتت حول العالم ويكابد الشقاء ويتكبد العناء، فيما يموت شبابنا في الحروب العبثية التي يصنعها النظام الدكتاتوري مع مختلف الدول حتى صار ما دفعناه من الأنفس في هذه الحروب أضعاف ما دفعناه من شهداء وجرحى حرب التحرير الطويلة. ولا يزال النظام يدفع بالمزيد، وليس مبالغا أن قلنا إن بلادنا أفرقت من شبابها المنتج بسبب التجنيد الإجباري مفتوح المدة وفتح المعتقلات لا حصر لها، إضافة للجوء والهجرات. ولأن الشباب هم عماد الوطن، فإنه من السهل تصور مستقبل وطننا وفقا لما آلت إليه أوداعنا، حيث وصلت مأساة شعبنا معاناة شعبنا نتيجة إلى قلة الإمكانات وتفشي البطالة، وصلت إلى حد الذي لا يستطيع تحمله خاطر أولئك الذين المسنين الذين فقدوا من يرعاهم من الأبناء. وإجمالا فإن ما يميز معاناة شعبنا عن غيره هو اعتبار البوح بمشاكله جريمة. إن الاضطهاد الذي يمارسه في بلادنا بشكل يومي لا يكشف عنه إلا القليل من الجرائم التي تتسرب بين الحين والآخر، وتعد قرار إغلاق الصحف المستقلة وعدم السماح بقيام الإذاعات وقنوات التلفزة خطوة الهدف منها التعتيم على معاناة شعبنا. إن عصر التواصل الاجتماعي الذي نعيشه الآن قد جعل للعالم أسرة واحدة تستطيع التواصل فيما بينها خلال دقائق، وله تأثير كبير في نهضة أي دولة. وقد سيطر نظام الجبهة الشعبية الحاكم على خدمة الإنترنت حتى يمنع شعبنا من التواصل ومعرفة أحداث العالم. وقد قضت خدمة الإنترنت في بلادنا معدومة في أحسن الحوال، ويشير العاملون بالأحوال نسبة من يتحصلون على خدمة الإنترنت هي 3% فقط، ومقارنة إلى ما وصل إليه العالم من حولنا فإن هذه النسبة هي دليل على عدم وجود الخدمة أصلا. ولذلك فإن مصادر المعلومات المتاحة لشعبنا هي الوسائط التي يتحكم فيها النظام الحاكم كالصحيفة الواحدة والإذاعة الواحدة والتلفزيون الواحد. ومهام هذه الوسائط
هو نشر المواد التي تساعد على إطالة أمد النظام الحاكم. ولهذا فإنه ليس من الصعب أن نفهم مفاهيم الشباب الذين يتابعوا مكرها الدعاية التي تبث ليلا عن طرف النهار عبر وسيلة وحيدة. نسبة كبيرة من مواطني أي دولة لا يملكون بعد نظر، إن نسبة كبيرة من مواطني أي دولة لا يملكون بعد نظر، وهذا ليس فقط في بلادنا التي تعيش التخلف، بل حتى في البلاد المتطورة والمتقدمة. وعلى الرغم من حداثة مشكلاته، إلا أن شعبنا ونتيجة لضعفه في تقدير الأمور فإنه كثيرا ما يتفاءل بزوال الشدائد، غير آبهم بما يتتبع هذه الشدائد من تضييق الخناق عليه وتهديد حياته، كما تغيب عنه حجم الدعاية التي يواجهها النظام الحاكم ودوره في تأزيم الأوضاع. ولا يغيب عن أذهاننا هذا هنا ما يقوم به مناصرو النظام الحاكم عن قصد من ترديد دعاية كما هي، ليس فقط بل وصل الأمر بعدد غير قليل منهم جعل أنفسهم كالريموت قائلين نبض واحد شعب واحد. وبهذه المناسبة نقدم التقدير وعزيمة الامتنان لأولئك الذين ينادلون عبر الوسائط الاجتماعية لربط شعبنا بالأحداث الداخلية والعالمية، وكذلك في تعرية النظام الحاكم وفضح أكاذيبه وتضليلاته. لقد استهلك النظام الحاكم قدراته في سبيل إطالة أمد حكمه وما يزال، ولنا توحيد كافة الجهود فمواجهة هذا النظام هي الوسيلة الوحيدة الناجعة. فنتوجب علينا نحن الساعون إلى قامة دولة المؤسسات أن نؤمن بأن قيام مظلة جامعة للقوى السياسية هي واجب وطني لا يحتمل التأخير، وعلينا العمل من إنشائه فورا. لقد مضى 30 عاما منذ أن نالت بلادنا إريتريا اسميا استغلالها قرننا، وحين ننظر إلى رحلة 31 عاما من الاستغلال فإننا نجدها استمرار للاستعمار، لكن من قبل قوة وطنية. وبدل أن ينعم شعبنا بالاستقلال والاستقرار والتنمية، لأنه ما يزال يعيش حالة الخوف والرعب والشغب، حتى أن الاستقلال الذي دفع أبنائه ثمنا غاليا له أصبح يتابعه صباح مساء كل يوم، وهو يعرض في سوق المزاولات أن السمت حيال الإشارات التي تأتي من أفارقة أو من أعدائنا القدامى هم يطمحون في البحر الأثري، أو السكوت عنها سوف يكلفنا ثمنا كثيرا، ويجب أن لا يفوت علينا بأن هذا هو مشروع النظام الحاكم، وإنها مسألة وقت وليس إلا. إن شعبنا وبدلا من يتجه إلى التعليم والتنمية بلادنا فإنه صار وقودا لحروب يشعلها النظام الحاكم في دول عدة. وطالما نظام الجبهة الشعبية باقي فإن مجرد التفكير بأن تنعم بلادنا وكذلك دول الجوار بالسلام والاستقرار لهو سراب وأحلام. النظام الأسمر الذي يفهم جيدا نهاية الحرب هي بالضرورة نهايته يعمل ليلا ونهارا من أجل خلق الإرهاب ونشوب الحرب في غير مكان، وأنه ما تخمد حربا يشعلها بمساعدة أي دولة ضد خصمها، فإنه سرعان ما ينقلب على تلك الدولة ويشعل حرب جديدة ضدها بمساعدة الخصم نفسه. والدليل على ذلك يمكن ذكر دعمه ومساعدته للمعارضة السودانية في حروبها ضد حكومة السودان، مسمى انقلابه على المعارضة السودانية التي دعمها ووقوفه مع الحكومة السودانية، كما أن دعمه لحركة الشباب الصومالية مسمى الانقلاب عليها لصالح نظام الرئيس فرماجو. ليس هذا فحسب، بل عمل على تسليح ميليشيات الحوثي في اليمن، ثم ما لبس أن انقلب عليها لصالح السعودية والإمارات. والآن وحين هدأت الحرب الأهلية في إثيوبيا التي كان فيها دوره لصالح حزب الازدهار، فإننا لن نستغرب أن رأينا أن النظام الإرثي يتحالف مع ميليشيات الأمهرة وغيرها ضد حليفه السابق أبي أحمد وحزب الازدهار. ولكن إلى متى سيظل شعبنا
في ثبات عميق ويتحمل كل هذا الحمل. ليس أنه لن يكون من السهل على الذين يؤيدون ممارسة النظام الحاكم ببراءة أن يعودوا ويشمروا السواعد ضده، إلا أن الذين يقفون مع هذا النظام بقصد ومعرفة ومهما يكون من الأسباب التي يبررون بها مواقفهم، إلا أنه من الخطأ الاعتقاد بعدم مساءلتهم محاسبتهم. التحية لشهداء الشعب الإريتري، التحية لشعبنا، التحية للحضور. سكرتيرية القيادة المركزية المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي مايو 2022 يعني. شكرا. شكرا أستاذ محمد علي على الكلمة التي قدمتها، بلبنا مسجنك. أنا بحكيتي مشتنا والزربات راين خيكون كابز قد حمتني اشتي قتني خنا غربكم هنا. تفضل الكرار. استمعنا إلى كلمة سكرتارية المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي ألقاها على مسامعنا الأستاذ محمد علي شعب. في الحقيقة نرحب بضيوفنا الكرام الذين معنا هنا بهذه الغرفة وفي غيرها والذين يتابعوننا عبر منصات مختلفة. نرحب بالإعلاميين وغيرهم من الضيوف، ويسعدني جدا أن أرحب في هذه العجالة بالأستاذ رائد خالد من جمهورية مصر العربية الذي يشاركنا ضيفا، كما نرحب بالذين انضموا إلينا مؤخرا من كل قطاعات شعبنا وغيرهم من الضيوف. سوف رندا خالد من جريدة الوفد بوابة الوفد، أعتقد موجودة بيننا. أستاذ محمد علي الشيعة مش كده؟ رندا. يا محمد علي الشيعة ممكن ترحب بهم يا أستاذة رندا. نعم، وأردت أن أرحب بها فعلا الأستاذة رندا خالد من جمهورية مصر العربية. مرحبا بها بيننا ضيفا مشاركا في هذا الحفل. استمعنا إلى كلمة سكرتارية المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، وسننتقل الآن إلى فاصل. تفضل أستاذ أمين. شكرا. الذئاب بصيت قدالاي برهي عقبازقي ناي تيفي عدال زتدالوت قتمية كموت رو كل جزي لومون قتمية دليل نالو. سلام حزبي إريترا أبديجن أو اشتنزل لكم كلهم زعلكم زنقسكم نزا كبرت على تزيئة انكو عبقعنا انكو عبقعكم اتمنتايسي 14 قنبت مجزاتي إثيوبيا تحكحيقو كاب عدنا زوصانا سلازخونات انكو عبقعكم زبلوكا زرخب حزبي إريترا انت زيكوني جنك كيحتن سلمتن كفيلو حزبي إريترا تقاليسو ديميو أقدؤون هدمؤون مديدو مالو تحريدن عندما بلا حزبون كمؤو بيتي فاشيشتاوي وتحضر نا إثيوبيا ديميو حزبي إريترا دحر 3 عامات جدمنات فصيمو إريترا تبحال حجر كتلو قرن أفريقيا سلازبقع قدامون تخوني بحمساتات وديتيو مسالاس عامات كندم يجيرونا أما حزبي إريترا انكو عبقعكا جنك زي حاسبكا ورخب هاي مرقم هاي مرقا سلازخوني كم تزل تمننايو إريترا هاجرنا هايكونتن 3 عامات عب تحتي فاشيشتاو بجله هقدف ولا كم قلي انكو معلتي قصن زي ودقنا له بجله سنزلو كم مجزاتي نم مجزات تسقاقيرنا حزبنا بتي زلو حبت تتقيمو عدو سريحو شكيلو تماهيرو حقرو كي معبل على دا سدتن موتن بتدقاقامي حزبي إريترا زي تصبيو زي تمنيو وقعت الناس احتري
نهزبي إتراي هدامي الله هو انتهي تليفوننا إتراين نياتنا نعرب له جزء بسيحو جنك دك من كنا دك تامز حلفوا جبانو دك تامز ودقانو عروتات تاريخ القيام بسرحو سلازخونا عجكم عجنا 14 قنبات هياويا سياسة جلؤون نبرتي كونان حيل سلاسي نبرنا بإرترا درقونكم إذا قجلنا زخا حنت معلتي حزب إرترا مستبقسي كابسرو تمحيو زقو حفلا علت كمتا ما يتسعان حدان كتمسكم خانا أنا كمبري رقص إنياي عجوكم عجنا ديك يري ومون أبتا قتمي سحيبي عزلخو كبلوكمي حزب إرترا لتاريخاو علتن قعب عكا أتمنتاي سيك يحتن سلمتن مسكفلكا لمجزاتي إثيوبيا نبري سلز قبركا حجون نجفرح قداف كتعوت اللامخا عجخا لعلاويد إرترا نزل عالم تنبر أبتحقي أبقنبار نجاقانو أبتحقي أبقنبار زدتو سوقو نجاقانو بجا حزبهم زسنكلو بعرر إيوبيل نخبرهم نسنبل نخبريتهم جاقانو بجا حقرو من حزبهم من زخنو نخبرتي وطهم زمننا بدمو بغلاونتو أباقاقيسو حرنات زحربو حزبي بلسان يرتراو حقراو بايتو ساتلايت أدال تبي مسوحتا إسران 4 قنبات نحق عالبو قنبلن بي شرحنا حجي بحادة دمسي لوتي بهزباوي نعبي مالحاسم تنويحا يقداوي لمسا متكعتا درقي لوخ أسرات كاسا إرتراوي تهدق سينا مع صدقسا مسواتي دكان عاير خبالون موسى عديتات سمعتات دو متتأنما دخلنا خيبلان عمتاز التسأنما بجفران الناس انك كستما قراز تحسما بسوسان 4 زدت سددت عدي يما عديتات جيانو حرنت ينزحل ما يبيل ناس انك بحرس 3 عمتات بناسنت واقام موقعتي مسوأتنت تاريخ إسياساويان تاريخ عند النت هاي كسرنان إنو كاب أقحدو نتلمت توتا نبارنت كل وطعون بحرنت شرحو إسياس شرحو حيث سلاسي إرترا ميتان برهزبادو دليه متميتو خنحسسو حبيبنا حيين قوايه كلتا ورحات حمخشت شنكم إسياز مرحيهم حدي رؤسهم كسانة زبيت راس اللي زي قدسهم ن3 عمتات دم نصحات تافسيسهم عبيتوه دم نصحات تافسيسهم قاسح وحات من مقالة زنبري عنفتون عدس أبابا مسقيرة إسياس علامو سلزي تكبري نعابي حزو تدمرنا عز زمري مهزبي أترا كبتنوز حقزو تقالو حجس مودي تاي تحلمو نعمتا زدتس أماما دو وحيدو لوتي هزبي أترا بقلو ألو أورنتاي تدل برهان إرترانا يكونت المخان لوتي سأريج إفرا بإرتراويان بإرتراويان مكرخال حالتات إرترا حبرو نودي تنياتات من غيار أنفتكم قبلو سألعي حزب إرترا كحصر أمرو بمافياو جلي حنصاب نحوارو وكتبارو إبنا معاص عمي خماي إرتراكو يكونت انتقراي دوما عاينة دفرن بتنبيناي
دوغما عين دفرن كم تنبناي بإطاوان زبرق صحاي نودي عين فكدن داغماي عين فكدن داغماي وددمو يقدف قبل مو خم قدمو اللي تجارو عم حارون نبحرنا يوم زحلمو مجزاتي إثيوبيا بتسعان حدين بمسواتي وتزازيمو حلف تاريخ عندنا كدبنو عندنا طيانا تحلمو مناسبة إيتراي باللمة تكاتا جاندا قدف كيف رسو يلا الرفتا إيرترانا عد جغانو كتمرح بدك أباتا بإرتراو حقراو بايتو مصوعتا عاب كل تشحن إسران حدن كن قبر اللوم مدمدمتا هو كن قبر اللوم مدمدمتا بأوراجا خاز فرسي قجل يلن إمو نما فيها قجل حبيبنا مكتمو أكلو زي حماسين سراي سنحت باركا دنكل كبراس كسار كسابراس دميرا دك أبات إرترا بسنيت مبقز حزبنا أخوك حلو أوراجاتا دحرس سعر شفرا قداف ناب نبور كل الناس يخلو عوض نتدم زنب عزم حزب إرترا كبر موقس الجبان سماتاتنا قد أمي برحي عقبازقي أبال تحقي كاب حقر جرمان. معنا وإياكم الحفل الكريم إلى قصيدة بالتجرينيا ألقاها الأستاذ برهان عقبازقي من ألمانيا. تفضل أستاذ أمين. يا ناي بصينا برهي عقبازقي إنا حزنا لكم قريبنا تسنحنا أتي مدرتاتو مجلتي كنوحن كلهم كسلتوس لزقل أستاذ نقاش عثمان دماني غريتان حطت يعني أبتي نعهز بالنكا جزيء قريبا مالتي حجيجن قال أستاذ نقاش عثمان أبومبر إرتراو هقراو بايتو فتسامع قال كنسمعكم هنا. تفضل كرار. الحفل الكريم والحضور الكريم يسعدنا أيضا في هذه العجالة أن نرحب بضيوف كرام انضموا إلينا للمشاركة في هذا الحفل. هم الدكتورة أمان الطويل من مؤسسة الأهرام المصرية، والأستاذ صلاح خليل الباحث الصحفي بمركز الأهرام للدراسات والدراسات الاستراتيجية أيضا، والدكتور أيمن السيسي نائب مدير مركز الأهرام للدراسات، والصحفي المصري الأستاذ سيد مصطفى، والأستاذ محجوب حامد رئيس اتحاد الكتاب الإريتريين بالمهجر. فمرحبا بهم ومرحبا بكم مجددا. كابزي قد سيدنا أبتي بروغرامنا أبتينا بمجمري عنقع دحان متساقكم يبل. تفضل أستاذ كرار. مرحبا.